اليوم قرب 40 سنة، وتخيلوا شفت ولدي بعد 20 سنة من الحرمان. كنت عادنا في الإعدادية، وفجأة قالوا لي تجهزي بتكوني عروسة. لمن وعلى من؟ مش عارفة. كنت في البداية مثل أغلب البنات، رضيت بالزواج عشان بس ألبس فستان وأحط حامورة، فارحة باللبس والزينة والزفة، كل مراسم الزواج المليانة بهجة. خلص العرس وبدأت معاناتي مع الرجال الذي اختاره لي أبي. كان من محافظة غير محافظتي، وبعد العرس أخذني لبلادهم، وأهلي كانوا ناس ملتزمين، بس هو كان نوعا ما متمرد، مش مؤمن بمعتقداتنا الدينية، بأخلاقنا. في البداية كان يكلمني على أشياء منافية لفطرتي، ويعلمني أشياء أنا مش متعودة عليها ولا موجودة في تربيتي وأخلاقي. كنت متحفظة على هذا الموضوع، متحفظة على تصرفاته، لكنه تمادى. كان يرجع البيت وهو مش بوعيه، وكأنه بيتعاطى حاجة بتخلي تفكيره وعقله خارج المنطق. كان أحيانا يعتدي علي بالضرب إذا عارضته بشيء. وصلت معه إنه يجيب أصحابه للبيت ويطلب مني إن أنا أدخل لعندهم. أنا كنت أحس بالخوف على نفسي وعلى الجنين اللي في بطني. كانت تراودني أفكار إنه كيف ابني بيربى في هذا الجو. قررت أروح بيتنا، ما عاد أرجع له أبدا. فعلا رحت بيتنا، وحصلت لي مضاعفات، وجبت ولد في الشهر السابع. ولما خلصت 40 يوم اتصل بي، قال لي إن أمه مريضة، تشتي تبصر حفيدها لآخر مرة. أبي على نياته قام شلني وأخذني لمحافظته، بس لا طلعت أمه مريضة ولا هم يحزنون. كانت خطة منه عشان بس يخطف مني ابني. أخذ مني طفلي اللي عمره 40 يوم. لما بيقله يرجع حفيده، قال أنت جبت لي بنت بدون ولد، شل بنتك ذا الحين مثل ما شليتها أنا. بكل بساطة أنا حاولت معه، بس ما رحم قلب أم يحترق على ضناها. رجعنا البيت، كنت مستسلمة، وظليت سنة أعاني من الاكتئاب، ودخلت في حالة نفسية صعبة من كثر ما كنت مهلوعة على ولدي. أهلي شافوا حالتي صعبت أكثر وساءت، قرروا يأخذوني أشوف ابني. وفعلا رحت للمحافظة الثانية اللي فيها خطفوا ولدي مني قبل سنة. بس تخيلوا ما سمحوا لي أشوفه، وبعد وساطات أهل القرية سمحوا لي أشوفه، لكن من بعيد. ما سمحوا لي حتى أن أنا أحضنه أو أضمه لصدري. أنا وقتها حسيت بالظلم اللي خلاني إن أنا أقرر أدرس شريعة وقانون عشان أخذ حقي من الظالمين. درست وتخرجت وطلعت الأولى على دفعتي، وكنت أول محامية في منطقتي. وها أنا اليوم بعد 20 سنة حصلت على رقم ابني، كلمته على اللي حصل معي وكيف حرموني منه. ابني في البداية كان رافض أبداً إنه يكلمني، بس شوقي له خلاه يحن علي. وبعد 20 سنة من الحرمان اجتمعت مع ضنايا، بس من بيعوضني عن 20 سنة عذاب وحنين لابني اللي حتى اسمه عرفتها اليوم بعد 20 سنة. من بيعوض ابني 20 سنة من الضياع والحرمان من حبي وحنان. في تفاصيل في القصة ما تنقال حسب طلب الضحية، بس إحرام أم من ضناها ولمدة 20 سنة جريمة لا تغتفر، وما فيش أي نص قانون في بلادنا يمنع حرمان الأطفال الرضع من أمهاتهم. كما أن دهدهة البنات وتزويجهن بعمر صغير لأي عابر خوفاً من العنوسة أو العار أكبر سبب لكثرة انتشار هكذا قضايا عن حرمان الأطفال من أمهاتهم وعدهم في سن الرضاعة بسبب حالات الطلاق اللي بتكون نتيجة عدم توافق أطراف الزواج. إحنا بنوجه رسالة لكل الأهالي: اختاروا لبناتكم رجال صح، لا تكونوش سبب في كثرة قضايا الطلاق، لأنه الأطفال بيكونوا هم الضحية.